يفقد نتائجه بسهولة، يتقدم لكن ما يقدر يحافظ على نتائجه. هذا أدى لحالة إحباط كبيرة جدا 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 في الشارع الهلالي. والأمر إذا كان بناخذه من ناحيتين أبو بدر، الناحية الأولى في جانب إيجابي في الموضوع، إنه الأمر لا زال بيدنا. يعني إحنا باقي لنا 3 مباريات، منها مباريتين على أرضنا. يفترض أن احنا ناخذ جميع نقاطها. إذا أخذنا ال9 نقاط القادمة احنا متأهلين بحول الواحد الأحد بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى. هذا الجانب الإيجابي. سبق أن احنا في قبل سنتين أخذنا في أول 3 مباريات 3 نقاط، تعادلنا 3 مباريات واستطعنا أن نفوز في ال3 مباريات الثانية وتأهلنا. فأنا أقول أن الأمر لا زال في يدنا. احنا بإذن الله قادرين على أن احنا إذا خصوصا مثل ما قلت في مباريتين على أرضنا، إذا كان نبحث عن التأهل بأيدينا دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى ينبغي أن نأخذ ال9 نقاط هذه، وأنا أشوف أنه هذا ما هو صعب والفريق مؤهل لفعل ذلك. أنا الحقيقة اليوم مستاء، طبعا مستاء لسببين. يعني السبب الأول أنه هذه ثاني مباراة نقع في أخطاء فادحة يتسبب منها تسجيل أهداف المفروض أنها ما تسجل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الخطأ الثاني اللي أنا أراه، بالرغم أنه الكابتن سامي الجابر يعني الشوط الثاني كثف الوسط وكنا يعني أكثر كثافة في الوسط، إلا أن احنا كنا فايزين 2-1 وجاء فينا جول من هجمة مرتدة. يعني كان فيه هجوم غير مبرر من اللعيبة مبالغ فيه. كان المفروض نحافظ على نتيجة المباراة أكثر من الشكل اللي كنا احنا فيه. يعني أخطأنا كانت تنقطع منا كور في النص وترجع هجمات مرتدة، بينما المفروض اللي يلعب على المرتدة خارج أرضه والفريق اللي يلعب خارج أرضه، ما هو الفريق اللي يلعب على أرضه. فبالتالي أنا أعتقد أنه إحنا خسرنا أنفسنا في إيران 3 نقاط مستحقة وخسرنا اليوم نقطتين مستحقة يعني بأخطائنا إحنا. فبالتالي هذا بالتأكيد شيء ممكن تحدد لي سمو الأمير، تقول أخطائنا من أخطاء يعني؟ أخطاء اللاعبين، أخطاء الفريق كله. يعني أنا حتى مثلا أعتقد أنه الكابتن سامي الجابر كثف النص. يعني كان المفروض أنه لما تكثف النص، لما طلع ياسر القحطاني وتكثف النص، انه يكون في تركيز في الخلف اكثر من الاندفاع غير مبرر. يعني الكره اللي كانت ضربه ركنيه وانقطعت منها انقطعت الكره، ما ادري من لاعب الوسط والله ماني متاكد، رجعت مرتده. طب احنا ليش الاندفاع الهائل هذا؟ يعني كانه يعني احنا مسجلين 2-1. يعني المفروض ان احنا نحافظ على هذا الفوز ونلعب احنا على المرتده. هذا اللي اساءني كثيرا الحقيقه، وهذا اللي بتناقش معاه يعني مع اللاعبين ومع الكابتن سامي الجابر. انا اعتقد انه في جانب ايجابي ايضا، ان احنا لدينا قدره للتسجيل وصناعه الفرص، وهذا ثبت ان احنا سجلنا 4 اهداف في مباراتين خارج ارضنا. خلاصه الموضوع انه انا قاعد اقول انه النتيجتين هذه بالنسبه لي كانت سيئه، ولكن الحمد لله رب العالمين انه كان تعادل اليوم، لانه في ظل الهجمات المرتده الخطره للسد كان ممكن تنتهي المباراه باكثر من ذلك. يعني كان ممكن لا قدر الله نهزم، لان احنا كنا مثل ما قلت مبالغين في الاندفاع للهجوم. اللي انا اقوله يعني لجمهور الهلال ان احنا يعني الكرة في ملعب لاعبيننا الان. احنا سنسعى جاهدين وعندنا القدرة إن اذا كان ما قدرنا نفوز في ارضنا مباريتين فنحن لا نستحق التأهل باي حال من الاحوال. ولكن ارجع واكرر ان احنا سبق قبل سنتين اخذنا 3 نقاط من اول 3 جولات وفزنا ال3 مباريات الاخيرة في المجموعة. فان شاء الله الامر في يدنا، وهذا ما سنفعل وهذا ما سيفعل اللاعبين باذن الله. سمو الأمير قدامي في الهاشتاج أكشن دوري هلالي 54 يقول عبد الرحمن المساعد بعد الفاصل في أكشن دوري كالعادة كلام مكرر، خسرنا النقاط ولم نوفق ونحن الأفضل. أقول الفريق محتاج أجانب، تعليقك عليه؟ والله أنا شايف الأجانب ممتازين اليوم. ديجاو كان ممتاز، تياغو نيفز كان نجم المباراة، كاستيلو ما أشوفه كان سيء أبدا. يعني أنا أشوف الأجانب اليوم كانوا ممتازين. وبشكل عام الفريق لولا الاندفاع المبالغ فيه بعد ما سجلنا الهدف الثاني كان الفريق ممتاز. أنا أعتقد أنه حتى يعني فنيا أرى أنه سامي الجابر يعني ما كان موفق في المباراتين، ولكن أنا أقول ينبغي أن احنا نعيد النظر في كيفية الحفاظ على تقدمنا إذا تقدمنا. هذه ثاني مرة تحصل. يعني ثاني مرة في مباراة إيران كنا متقدمين بهدفين مقابل هدف واحد ونتأخر يعني قول السد طبعا لا يقارن بالفريق الإيراني، السد أقوى بكثير من الفريق الإيراني، ولكن برضه هي نفس المحصلة، أنك أنت لما تكون متقدم ينبغي أن تعرف كيف تحافظ على تقدمك. ما الاندفاع غير مبرر لا داعي له. يعني هذا اللي يسيئني في الأمر، هذا اللي مضايقني كثير اليوم كان. ولكن أرجع أقول أنه إن شاء الله التأهل لا زال في يدنا. إذا أردنا أن نتأهل ينبغي أن نفوز على أرضنا المباراتين أمام السد القطري
والفريق الإيراني، ولا بد أن نحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي الإماراتي في الإمارات، ونحن قادرون بعون الله على ذلك. مباشر. سامي الجابر وين موديكم؟ أنتم يعني حميتوه بكل اسمه وتاريخه ورمزيته لنادي الهلال، لكن واضح في غصة لدى الهلاليين في هذا الموضوع، لا الجمهور قادر ينتقد، لأنه في الأخير سامي الجابر هو رمز من رموز نادي الهلال وتاريخ طويل ومحبة كبيرة للمدرجات. في نفس الوقت الرئيس، أنا أتفهم إحنا في وسط مسابقة، ليس من المصلحة الحديث بشكل صريح جدا، بس هل هناك دروس مستفادة لك كرئيس مجلس إدارة وكصاحب القرار في نادي الهلال بعد نهاية الموسم؟ يمكن لا تتوقع مني أبدا يعني إني أنا أقول لك كلام لا أعني. أنا أقول إنه سامي الجابر عندنا كل الثقة فيه، وإن شاء الله إنه القادم سيثبت إنه ثقتنا إن شاء الله في محلها سامي الجابر. وسبق وقلنا قبل ذلك يعني أيا كانت النتائج سامي الجابر مستمر، وفي نهاية الموسم سيتم تقييم عمله، وأنا متأكد إنه من هنا لنهاية الموسم إن شاء الله الأمور حتكون سارة للهلاليين إن شاء الله. هذا ما أتمناه وهذا ما نسعى لعمله. في كثير أسئلة كانت من جمهور الهلال، حراسة، دفاع، أخطاء في الأجانب، حراسة المرمى، هل ستكون يعني تقييمك للوضع الحراسة؟ هل تعتقد الحراسة كان لها دور؟ والله شوف أنا بقول لك على شيء يعني الواحد ما يعني في نهاية الأمر صعب إني أنا أتكلم عن لاعبين فريق وأحدد بالاسم أخطاء من أخطأ، ولكن أيا كان اللاعب اللي أخطأ هو في مرات أخرى تفوق وأثبت نفسه ومنع، سواء كان حارس أو دفاع أو مهاجم. هو في مرات سابقة قدم أداء متميز، وإن كان حارس منع أهداف أيضا. يعني مثلا كنا نتكلم عن فايز تحديدا، مثلا فايز اليوم من يقول إنه الهدف الأول منه، طب هو طلع كورة في الشوط الثاني أيضا كانت يعني تقريبا هدف محقق يعني.